أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده مع النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في صفقة انتقال حر، وذلك عقب انتهاء مشاركته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، والتي شهدت خروجه من الدور نصف النهائي بخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-4. ويعول المدرب ماسيميليانو أليغري الذي تحدث في مؤتمر صحفي من سنغافورة قبيل المباراة الودية المنتظرة أمام أرسنال الإنجليزي على خبرة مودريتش الكبيرة وقيادته الميدانية، مؤكدا أن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما سيكون أحد مفاتيح استعادة هيبة الفريق اللومباردي والمنافسة مجددا على مقعد في دوري أبطال أوروبا. انضمام مودريتش الحائز على الكرة الذهبية عام 2018 يشكل إضافة قوية لوسط ملعب ميلان الطامح إلى العودة لمنصات التتويج الأوروبية بعد سنوات من الغياب عن الأضواء. أما الآن ننتقل إلى خبر يتعلق بالهلال السعودي. في خطوة مفاجئة، أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الاثنين اعتذاره رسميا عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك وفق بيان أصدرته شركة نادي الهلال، وأكدت فيه اتخاذ القرار بعد دراسة شاملة للظروف المحيطة. بدوره أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تسلمه بيان الاعتذار، مشيرا إلى أنه باشر اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها. الهلال أوضح الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار، مشيرا إلى ضغط الجدول الزمني الذي واجهه الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية. ولفت البيان إلى أن قرعة السوبر أجريت في 19 يونيو، أي بعد يوم واحد فقط من مواجهة الهلال لريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في أولى مباريات دور المجموعات. الفريق واصل مشواره في البطولة العالمية بنجاح، وتأهل إلى دور 16 ثم إلى ربع النهائي الذي أقيم في 4 يوليو، قبل أن يجبر على البقاء في مدينة أورلاندو الأمريكية 3 أيام إضافية بسبب ظروف الطيران، ما أدى إلى تقليص فترة الإجازة السنوية للاعبين. وأشار الهلال إلى أن الإجازة ستتقلص إلى 24 يوما في حال عدم المشاركة في السوبر، وإلى 21 يوما فقط في حال خوض البطولة، وهو ما رأت الإدارة أنه لا يمنح اللاعبين الوقت الكافي للراحة والتجهيز للموسم الجديد، ما دفعها لاتخاذ هذا القرار الصعب. وفي الخبر الأخير ننتقل إلى اللاعب الإنجليزي راشفورد، فقد بات المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد قريبا من ارتداء قميص برشلونة بعد وصوله إلى المدينة الكتالونية مساء الأحد، تمهيدا للخضوع إلى الفحوصات الطبية صباح الاثنين، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية. راشفورد لاعب مانشستر يونايتد من المنتظر أن ينضم إلى صفوف بطل الدوري الإسباني على سبيل الإعارة في صفقة أثارت اهتمام الوسط الرياضي الأوروبي، خاصة في ظل بحث برشلونة عن تدعيم خطه الهجومي استعدادا للموسم الجديد. وبحسب مصادر مقربة من الناديين، فإن الاتفاق بين الطرفين يسير في مراحله النهائية في انتظار نتائج الفحص الطبي وتوقيع العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء مقبل مع خبر رياضي جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر الجديد.